ازاي تلاقي شغل اول ما تيجي هنا النمسا دراسة. اول حاجة تدور في المطاعم، في مطاعم كتير هنا في النمسا، في ماكدونالدز، في KFC، برجر كينج برضو. دي اكتر مطاعم تقدر تشتغل فيها، تشغل طلبة كتير. اي حد ان شاء الله جاي على دراسة اول ما يجي ان شاء الله يلاقي شغل في المطاعم دي. اول ما تيجي اطبع الCV بتاعك وروح المطاعم واسأل واديهم الCV بتاعك، ان شاء الله حد يتصل عليك. دلوقتي معايا دخلت DM اشتري الفيتامينات اللي انا محتاجها النهارده، فجبت اوميجا 3 ومالتي فيتامين. الاتنين عاملين 7 يورو. الجو بره تلج دلوقتي. انا في الزيل بارك. دخلت DM جبت الحاجات اللي انا عايزها. هدخل دلوقتي الحمام، بعد كده هطلع بره، بس انا معايا العجله فالدنيا تلج، مش عارف اعرف اروح ولا لا. زي ما انتم شايفين لسه خارج بره الزيل بارك، هروح اخد العجله. شوف العجله عامله ازاي، انا سبتها بس ساعه. شايفين الشكل عامل ازاي، الدنيا تلج. مرتبات الطلبة بتكون من 800 ل1000، فانت ما تقلقش خالص. هتيجي تدفع الايجار بتاعك، تدفع الاكل والشرب. مثلا الايجار ممكن يكون 400، اكل وشرب 200، فتقدر تحوش 200 كل شهر. بس انت اعمل حسابك في اول 3 شهور يكون معاك فلوس السكن وفلوس الاكل اللي انت مش ضامن تلاقي في اول 3 شهور. فانت ان شاء الله اول ما تيجي وتستلم الاقامه بتاعتك وتاخد البيشتنج من الجامعه كده، تقدر ان انت تبدا تدور على شغل. فلحد ما الاجراءات دي تخلص وتستلم اقامتك تاخد اسبوعين او 3، بعد كده تبدا تدور على الشغل ان شاء الله تلاقي على طول. شايفين الجو عامل ازاي، اغلبها كلها تلج. الناس اللي بتقول انسبروك غاليه، هي فعلا انسبروك غاليه، بس انا بحب انسبروك. زي ما انتم شايفين الاجواء، فانا بحب الجبال، بحب الجو بتاعها. فانت لو مثلا بتدور على مدينه تكون رخيصه ومصاريف الجامعه بتاعتها رخيصه، فانت روح جراتس. عايز مدينه تكون مثلا فيها الشغل متوفر كتير، هتلاقي في فيينا او المناطق اللي جنب فيينا. يعني انت لو ساكن في فيينا ممكن تقدر تشتغل في مكان جنب فيينا. انتم شايفين الدنيا كلها تلج. لسه نتمشى شويه، بعد كده هنطلع على البيت نشوف هناكل ايه النهارده. عجلة بتمشي بالعافية في التلج. ناس كتير ماشية، ده الطريق مخصص للعجل المشاة برضو. ربنا يستر واوصل البيت. الحمد لله يا جماعة، دلوقتي انا وصلت الجراج، فجالي بتاع البريد تبع كليما تيكت، فتعالوا نشوف عايزين ايه. جالي الكليما تيكت الجديدة بتاعت جانس اوسترايش، بتاعت النمسا كلها. دي كنت بدفع لها 98 يورو. للأسف السنة دي زادت، بقت ب 116 يورو. واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي مصطفى منصور، طالب هنا في النمسا، بقدم محتوى عن الدراسة. فلو محتاج أي حاجة عن الدراسة ممكن تكتب لي في الكومنت أو تبعت لي على الخاص على الانستجرام أو على التيك توك. يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. لو احتجتوا أي حاجة ابعتولي. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. تشوس.